مرة أخرى تشاء الأقدار أن نعيش أياما من الحداد. الكرة الوطنية تبكي اليوم حسرة لرحيل جواد أقدار. الفتى الخلوق غادرنا في صمت من دون سابق إشعار، ضل تلقائيا صريحا شديد التواضع إلى أن وفته المنية في يوم حزين. ملي وصل عندنا هنايا بطبيعة الحال العيادة المصحة كان ديجا يعني القلب ديالو واقف وهذا، وحاولنا معاه جميع الوسائل رغم الإنعاش يعني والعناية المكثفة اللي قمنا بها، ودرنا ليه انتوباسيون وداروا له جميع الوسائل. مع الأسف الشديد الألم يحتصر القلوب والعيون جفت من شدة البكاء. هي لوعة الفراق. على بغتة منهم بات اللاعب جزءا من الماضي. جواد كان في السيارة، ومن بعد قعدت لي واحد الغيبوبة، من بعد عينيه تقلب ويديه تزيرو. جبناه للكلينيك كان باقي كيتنفس، ولكن من بعد خرج الدكتور وقال لنا من الأمانة دا أمانته، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا. هادشي اللي قادر نقول لك. في دروب خريبكا كانت البداية، وبها سيحكى آخر فصل من عمر لاعب زاول في صمت ومات في صمت مهيب. هوى البطولات والألقاب مع فارس الفوسفات ليقوده القدر بعدها لبلاد الحرمين الشريفين. صيته بلغ المدى مع أهل جدة ورائد. هي ذكريات نحتها بقدم ستخلدها ذاكرة الكرة مهما طالت الأيام. هو من أهلنا إلى كأس إفريقيا سنة 2003 بمالابو أمام غينيا الاستوائية، وهو من حمل قميص الأشبال والأسود عن جدارة واستحقاق. هو القدوة، هو المنقذ، هو من زرع الابتسامة على محيا الصغار والكبار، النساء والرجال، الشيوخ والكهول. فيا أيتها الأم المكلومة والأب الصبور، عزاؤنا واحد: إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يجعل قبره روضا من رياض الجنة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا هو الملك القدوس. الله أكبر، الله أكبر، يا رحمن ارحم ضعفنا. مباشرة بعد مشاركته في آخر فترات لقاء حسن أكادير ضد النادي القنيطري والتي انتهت بالبياض. ودع اللاعب جواد أقدار 28 سنة لاعب فريق حسن أكادير والذي كان هدافا لعدة فرق خاصة أولمبيك خريبكا والجيش الملكي. ودع الميادين، ودع الحياة بعدما توفي مباشرة بعد نهاية اللقاء، حيث تم نقله إلى كانت حسرة كبيرة لرفاقه في الفريق. وعن أسباب وفاة اللاعب جواد أقدار يقول طبيب فريق حسن أكادير: دار واحد ما يسمى بالموت المفاجئ، لأن الموت جاء في الساعة اللي هي جات مورا العملية، مورا المقابلة. طاح ويعني وفقد الوعي، وبطبيعة الحال وقع عليه واحد يعني وقع عليه ذاك أنه وقفنا معاه بجميع الوسائل الإنعاش
مع الأسف الشديد يعني رغم ذلك كله ما توفته المنية. باسم أسرة حسنة أكادير وجمهور حسنة أكادير كنقدم التعازي الحارة لأسرة الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. مزيد من الصبر والسلوان لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون.